صباح الخير. انا قمت من النوم النهارده كده نفسي اشرب لاتيه زي اللي بشوفه في الكافيهات الكبيره، زي ستاربكس وانظران الحاجات كده الجامده دي، او حتى اي كافيه كده بس ايه يعني يكون فخم. فانا قلت لا، انا لازم اشارك معاكم بقى اللاتيه اللي انا هعمله. طبعا مش بعشر تمنه اللي بنجيبه من بره، وحلو جدا وبمكونات بسيطه وسهله وفي كل بيت. اصلا مش هتصدقوا ان اللي انا عملته هو اللي طلع النتيجه التحفه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. يعني حاجات بسيطة جدا لو بتشوفوني لأول مرة. أنا من قناتكم جرلين. جرلين هو الهرمون المسؤول عن الجوع. ياريت تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وياريت متنسوش تحطوا اللايك. ويلا نبدأ على طول. أنا جبت كيسين نسكافيه بلاك العادي خالص اللي بيتباع في السوبر ماركت، اللي هو الظرف الصغير دوت، اللي هو تقريبا تمنه دلوقتي 2 جنيه. وجبت كده دورق صغير فضيت فيه الكيسين بتوع النسكافيه زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط. وجبت معلقتين سكر سنترفيش اللي هو العادي الطبيعي ده بتاعنا، زي ما انتوا شايفين كده. حطيت السكر على النسكافيه، زودت عليهم معلقتين ميه من الحنفيه، مش اكتر من كده. الميه مش سخنه ومش ساقعه، هي ميه من الحنفيه عاديه جدا. وبعد كده بقى جبت المضرب بتاع البيض بتاعي، لان مش كل الناس هيكون متوفر عندها المكنه بتاعت النسكافيه دي. وبعدين هي بصراحه كانت عندي وبتعلق ومش حلوه، وعمرها ما هتديكوا النتيجه بتاعت مضرب البيض. بدأت بقى أضرب فيه كده لحد يعني ما طلع عينه من كتر الضرب. تقريبا قعدت من 4 ل5 دقايق بضرب فيه لحد ما لونه افتح خالص معايا، وحسيت ان هو تقل جدا وتحول فعلا لكريمة. انا يا جماعة لا ضفت كريمة ولا ضفت كريمة لباني ولا كريم شانتيه ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده فضلت اضرب فيه لحد ما اداني اللون ده والقوام ده. صدقوني انا ما زودتش اي حاجة في الفواصل، هو زي ما هو كده. بس السر في الضرب الكتير، ان انتوا تضربوه كتير كده لحد ما فعلا يبيض معاكم ما تزهقوش. بعد بقى ما ضربته وطلع عينه من الضرب زي ما قلنا كده، بصوا طلع معايا كمية مش قليلة ابدا، كمية حلوة جدا جدا. اصلا الكمية ديت المفروض في العادي بتعمل كوبايتين، انا حتى هفضي منها شوية وهيبقى كمان شوية هتشوفهم معايا كده. عملت بيها كوباية تانية بعد كده يعني. وعلى فكرة انتوا ممكن تحتفظوا بالميكس دوت كده في التلاجة، يعني ممكن مثلا بدل ما تقعدوا تضربوا كل يوم، لا ممكن تحتفظوا بيه في التلاجة. بعد كده بقى جبت السباتولا وفضيت بقى زي ما انتوا شايفين كده الفوليوم اللي طلع معايا دوت او الرغوة دي، فضيتها كده في الكاس الحلو ده. وجبت اللبن يكون سخن، يعني مش لازم يكون مغلي قوي قوي يعني، هو سخن وصل لمرحلة من السخونية كده اللي هي قبل ما يفور على طول دي. اهو بص بقى معايا حبة كده حلوين. كنت بعملهم يعني بعديها بشوية كده. صبيت عليه اللبن كده بالراحة. إيه لو انتوا عايزين تزودوا سكر، انا ما زودتش سكر صراحة، انا مش بحب الحاجة مسكرة قوي، بس لو انتوا عايزين تزودوا سكر يا ريت تذوبوه في اللبن قبل ما تحطوه على النسكافيه عشان ما تقعدوش تقلبوا فيه كتير فالرغوة دي تروح. لو عايزين برضو تعملوه بمية مفيش اي مشكلة، الناس اللي مش بتحب اللبن. ولو عايزين تعملوه بلبن بودرة برضو ينفع عادي جدا. وزي ما انتوا بقى شايفين كده النتيجة طالعة بسم الله ما شاء الله تحفة. كمية رغوة مش قليلة ابدا وتقيلة يعني. انا اصلا بعد ما خلصت الكوباية بتاعتي كده حسيت ان في شوية رغوة، يعني بقيت اكلهم كده بالمعلقة، بجد طعمهم حلو جدا. والسكر كده دايب فيها بقى من كتر ما كنا بنضربها بالمضرب. وبس كده طلع معانا احلى لاتيه، ولا تقولي بقى انظران ولا تقولي لي ستاربكس ولا تقولي لي الكافيه بقى الفخم كده اللي على راس الشارع. وبألف هنا وشفا، يا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدونا اللايك الحلو بتاعكم، وما تنسوناش كده من صالح دعواتكم. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.